السلام عليكم. النهارده حابين نقدم لك ازاي اركب البونطه على الباور بتاعي، وازاي اعمل التراك للمسمار عن طريق الباور وتريكات الباور. طيب احنا عندنا باور منه انواع، في حاجه اسمها باور كانيوليتد، في حاجه اسمها باور كهرباء، في حاجه اسمها باور بطاريه، في حاجه اسمها باور هواء. ده اول نوع عندنا من انواع الباورات، وده اللي هتلاقيه الاصح الافضل انه بيخش دور بتاع كوين في الاوتوكلاف زيه زي القلم بالظبط. طيب الكانيوليتد يعني ايه؟ يعني مفتوح من ناحيتين، اقدر ادخل الواير واقصره براحتي من غير ما اقصه، لان الباور البطاريه او الباور الهواء او الباور العادي بشكل عام عشان خاطر تقدر تكنترول على البونطه او الباور او السلك عليه اللي هو الواير عليه لازم تقصه. انما هنا لا، انت مش لازم تقصه، ممكن تصغره عن طريق ان انت بتطلعه من الفتحه الثانيه هنا. خلاص كده؟ طيب نقرب مع بعض ونشوف ازاي اقدر ان انا اكنترول على البونطه بتاعتي. بص يا سيدي، انا عندي ده الباور ده عشان اشغله في بطاريه عندي اهيت بتركب خلاص على الباور بتاعي. بعد ما بركبها خلاص اقدر ان انا احط الكفر بتاعي عليه واعمل له كلوزد. تمام؟ طيب كده الباور بتاعي شغال بالشكل ده. ثواني نعمل بس كلوزد كويس عشان خاطر الدنيا ما تقعش معايا اهو. كده الباور بتاعي معايا شغال بالشكل ده. خلاص كده؟ طيب هو الجزء ده بيتخلع، ايوه قال لك ده بنشده لتحت كده ونخلع الجزء ده. خلاص لو انت عايز تفصله عن بعض، مش عايز اركبه بخلع وبدخل اللوك على اللوك بطريقه بسيطه خالص. طيب كده عندي الباور بتاعي شغال اهوت. عايز احط البونطه بتاعتي، دي بونطه 4.5، فانا عندي الجزء بتاع ده اسمه الظرف، الجزء ده اسمه الظرف اللي من خلاله بقدر اطلع الحلقان الثلاثه اللي اقدر امسك بيها. ده اسمه حلق. الحلق ده عشان خاطر ادخل عليه البونطه وامسكها كويس. بص كده دخلت البونطه معايا اهو. خلاص اقدر ان انا امسك الحلق عليها اهو كده. بص كده معايا بلف كده، بلف كده يبقى انا بطلع الحلق، بلف كده الريفيرس العكس يبقى انا بدخل الحلق. بعد ما ادخل ده اسمه تشكي او عصفوره، بلوك جامد كويس جدا. خلاص لازم علشان البونطه ما تلبش بيا كده لازم نخلي الثلاثه تب بتوعنا اللي هم الحلقان الثلاثه دول يبقوا مسنطرين الحاجه اللي عليها بالظبط. ده كده هشتغل. بص معايا كده شغال معايا بالشكل ده. كده اقدر ان انا ادخل جوه الشريحه واعمل هول كده. بعد كده ان انا ادخل المسمار بتاعي، يبقى عن طريق الحاجه دي بقدر ان انا اعمل التراك عشان ادخل مسمار. طب انا حابب اشيل الحاجه دي ارجعها، في عندك اكتر من طريقه. في ان انت ممكن تعكس الباور بتاعك كده وتمسك الظرف وتقف. ممكن تاني طريقه اسهل، لو انت عايز الظرف ما يفتحش بسرعه ويطلع البونطه وتقع منك على الترابيزه، خليك في الاعمل الشك بتاعك نفك براحتنا كده لورا اهو. بعد ما افك اشيل العصفوره بتاعتي وابدا افك براحه الظرف واطلع البونطه بتاعتي. الموضوع بسيط خالص، بتدخل البونطه وتخلي الحلقان الثلاثه مسنطرين البونطه في النص عشان ما تلبش معاك وانت بتعمل التراك بتاعك. خلاص اسمه تشكي ماشي، وده باور كانيوليتد. بقدر ان انا افتح كده تاني الكفر واطلع البطاريه بتاعتي عن طريق ان انا بمسك الحاجه دي كده واطلعها بالشكل ده. طبعا دي مش معقمه، فانت بتكون معقم ده وفاتحه على الترابيزه، لكن الفني اللي معاك او السيركليت اللي معاك بيجيب لك دي ويحطها لك هو هنا كده. وبعد ما يحطها لك بالشكل ده كده اهو مع بعض ندخل كده البطاريه بتاعتنا بكل سهوله خالص اهو. دخل البطاريه هو من بره بيدوس لك عليها دوسه كده بس. شكرا. انت بيكون معاك ده معقم بتحطه وتقفل وتتاكد كويس ان هو قافل معاك وتشتغل عادي خالص. ده كان فيديو النهارده بعنوان ازاي اركب البونطه بتاعتي على الباور الكانيوليتد، وازاي بنستخدمها وازاي اخلعها وازاي اركبها. ان شاء الله هنصور لك بقى فيديو عن الباور البطاريه والباور الهواء والباور الكهرباء. كل باور فيهم هنعمل لك فيديو خاص بيه
ونوضح لك كده الفرق بين الاربعه، بحيث تكون انت مجمع كل انواع الباورات. لو انت اول مره تشوفني، فانا مصطفى جلاله، بنقدم محتوى عن العمليات، وبشكل عام بناخد ايدك لقسم العمليات. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وشير للقناه، ولو انت على البيتش ما تنساش تعمل شير للبيتش بتاعتنا، وكومنت جاي منك سواء بالايجاب او بالسلب على راسنا. ونشوفك على خير باذن الله في الفيديو القادم.